السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم من قناتي مطبخ أم جعفر. اليوم إن شاء الله رح نعمل الكبة المقلية. كيف تنجح معانا العجينة وما تفرط أبدا وقت اللي بدنا نقليها بالزيت. هون عندي 1.5 كيلو برغل ناعم، أي لون بتفضلوا. أنا بفضل اللون الأصفر، وفي العمقاء فيكم كمان تستخدموه. هلأ بحط عليهم رغيفين خبز. هلأ رح انقع البرغل بالمي، بس كمية المي مانا محددة، حسب نوع البرغل عندك. بقلبهم كتير مليح مثل ما شايفين، وهلأ بغطيهم من نص ساعة لساعة. رح نحضر للحشوة. عندي 1.5 كيلو سفاين صدور دجاج، بطحنن على الماكينة على المصفاية الخشنة. وهلأ بفرغن بطنجرة وبحطن على النار، وبضيف عليهم معلقة سمنة، ممكن تضيفوا زبدة أو شحمة، هذا شيء اختياري. بحركن لحتى تنشف السوائل على الآخر. بدي ضل عم حرك لحتى ما تتكتل اللحمة عندي. هلأ رح بلش ضيف التوابل. عندي معلقة طعام ملح، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فليفلة حرة. بنحرك مزبوط البهارات مع صدور الدجاج، وبضيف عليهم 1.5 كيلو بصل. بقلب كتير مليح وبخليهم لحتى يستووا تماما. وهلأ هيك استوت اللحمة والبصلة. بطفي عليهم النار وبخليهم لحتى يبردوا. وهلأ بعد ما انتقع البرغل بضيف عليه التوابل والملح، معلقتين طعام ملح، 3 بسطات حجم متوسط، نص معلقة طعام فليفلة حرة، نص معلقة طعام فلفل أسود. وبضيف عليهم نص معلقة صغيرة بابريكا، بتعطي لون حلو للبرغل. وهلأ مثل ما شايفين ببلش حرك بالبرغل، وبضيف عليه شوية مي لأنه إسهل البرغل، صارت الحبة قاسية. بضيف شوية مي بالتدريج، ما بكت المي دفعة وحدة. عندي نص كيلو سفاين. رح بلش اطحن البرغل واطحن صدور الدجاج. أول شي بطحنن على المصفاية الخشنة اللي طحنت عليها الحشوة، بعدين بفكها وبرد بطحنن دور تاني على الناعمة. وهلأ مثل ما شايفين طحنت الدور التاني على المصفاية الناعمة. وهلأ بعد ما خلصت طحن دعكت البرغل كتير مليح، لازم تطلع العجينة ناعمة. عم ورجيكن هون قوام العجينة ما شاء الله بتجنن.
وهلأ بنبلش بنقطعها وبنكورها، وطبعا الحجم والقطعة حسب ما بتحبوا انتو. أنا بحب القطعة تكون حجم متوسط. وهلأ بعد ما كورتها بحفرها بهذا الشكل، بدها تكون كتير رقيقة. شايفين ما شاء الله ما أحلاها، أبدا ما شققت القطعة معانا، العجينة ناجحة 100%. وهلأ ببلش أحشيها من مقدار معلقة لمعلقة ونص، وبسكرها بقفل عليها بهالشكل هاد. طبعا بمساعدة المي بنبلل ايدينا بالمي. وهيك صارت جاهزة عندي، شوفوا ما شاء الله. هاي قربت لكم الصورة مشان تشوفوها عن قرب. وهلأ خلصت نص الكمية، ما عملتهم كلياتهم. شوفوا ما شاء الله. وهلأ بنجي لمرحلة القلية اللي هي أهم شي. عندي زيت غزير، والزيت لا حامي ولا بارد كتير، بنزل كم حبة من الكبة. ما بنحركن ولا بندقرن لحتى يبلشوا ياخدوا لون مثل هيك. شايفين ما شاء الله. هلأ فيني أقلبهم. بس صاروا بهاللون الذهبي الجميل، بصفيهم من الزيت وبحطهم بصحن التقديم، وبقلي كل الكمية لحتى تخلص عندي. وهلأ هون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا المنظر، الصورة الحالة عم تحكي، والطعم دمار. كتير طلعت طيبة. تبعوا كل الخطوات إن شاء الله رح تنجح معكم، تطلع أحلى كوبي. لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا عجبكم الفيديو، حطولي لايك وشاركوا الفيديو بين الأصحاب. سلام.